اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر. تفتكر بما ان السعودية من اكبر منتجي البترول في العالم يبقى البنزين فيها لازم يكون ارخص بنزين في العالم؟ مش بالضرورة، لان سعر البنزين مش بيتحدد بكمية البترول اللي الدولة عندها بس. بص على دول زي ليبيا، ايران، فنزويلا، اسعار البنزين فيها منخفضة جدا مقارنة بمعظم دول العالم. وده مش معناه ان تكلفة انتاج البنزين عندها قليلة بنفس النسبة. السبب ان الدعم الحكومي والضرائب وسياسة تسعير الوقود ليهم تأثير كبير جدا على السعر اللي المواطن بيدفعه في النهاية. يعني ممكن دولة عندها بترول كتير جدا لكن تفرض ضرائب او يكون عندها سياسة تسعير مختلفة فيكون البنزين اغلى، وفي المقابل دولة تانية ممكن تدعم الوقود بشكل كبير فيكون السعر للمستهلك منخفض جدا. وعشان كده امتلاك البترول لا يساوي بنزين رخيص. سعر البنزين بيتأثر بسعر الخام زائد التكرير زائد النقل زائد الضرائب زائد الدعم الحكومي. فلو عايز تعرف ليه البنزين رخيص أو غالي في دولة معينة، ما تشوفش احتياطي البترول بس، شوف الدولة بتسعر الوقود ازاي. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.